يعني لو كنت اعرف خالد من زمان ربنا يخليكم ليا يا شباب والله. كان زمان. انا كنت مستخسر والله الفلوس دي الانتاج ده، بس يعني طلع الحمد لله. لو على عيني لا ندفع عادي. ما تحكي لنا كده، عمال تسأل انت مين، ما تحكي لنا انت اول مشروع عملته كده. ياه، اه ده قصه كبيره. لسه كنا موضوع فوق كبير. بتقول لي في قصة في الموضوع. فاكر من فتره زمنيه، مش عايز اقول من كام سنه، بس كان في ترند كده للبنات اللي بيعملوا اكسسوارز هاند ميد. اه اللي هو مش عارف بقى، عقد بتاع الخرز، الحاجات الحاجات دي اللي هو احنا بنعمل حاجات لماما وخالته واخواتي تمام البنات، فيلا نعمل بيزنس. اه فالمهم كنت اعرف يعني صديقه عزيزه كانت بتعمل اوكي. الحاجات دي، شاطره قوي في الموضوع ده. فقلت لها ما تيجي نعمل الحكايه. هي كانت تعمل الحاجات وانا قلت لها بقى انا اللي هعمل لك بقى الماركتنج والمش عارف والبيزنس والبتاع. انت بس اعملي، بس انت العقد ده مالكيش دعوه. بالظبط، احنا هنشتري خامات. تمام. اديتها بادجت كده، قسمنا البادجت ورحنا اشترينا خامات، وهي قعدت بقى ايه تشتغل فيهم، وعملت شويه حاجات بصراحه كانت حلوه جدا. اوكي. وخدتهم. طبعا انا لا افقه شيء في اي شيء، عادي. تمام وقتها يعني. ورحت استلفت كاميرا من واحد صاحبي، عارف الكاميرا بتاعت زمان اللي هي 2 ميجا بكسل، وكانت هي كانت الكاميرا ثروه. ديجيتال دي كانت ايوه حوار. اللي هي كان الرمادي حلم دي، حياتي. اللي هي مش عارف كان حاجات عندي غريبه واحده كده. محتفظ بيها لحد النهارده. فالمهم ايه، صاحبي ده كان عنده كاميرا استلفتها منه. طب هنعمل ايه في الاضاءه؟ اه رحت ده انت خدت الموضوع على ما انا صدرك جيت يعني. اجرب لقيتها مضلمه، مش بتطلع زي الصور اللي بنشوفها. اوكي. فاللي هو ايه، نسال ناس بتاع إيه، جبت بقى ورق فرخ جلاد ابيض، عارف انت الجو ده. اه وفضيت بيتنا كده بقى في الصاله، محدش يتكلم، انا عندي شغل عايز اركز. رحت جايب البتاع وحطيتها. الاضاءه رحت جايب سبوتين كده نور اللي هو الفلورسنت المرعب ده. اللمبه البيضاء دي كبيره بقى، اكبر واحده اوكي. يعني. رحت الكهربائيه جبت اكبر واحده، كانت تمام. غاليه جدا وقتها. المهم ركبتهم وقعدت اصور بقى ايه بتاع وحاجات، قعدت بس 4 ساعات اصور. وخلصت ومبسوط جدا بقى، وعارف بقى الدولارات بقى والجنيهات بتلعب في دماغي وانا. مسحت الصور، الكاميرا فصلت بس. لا مفيش، بالعكس الكاميرا اشتغلت زي الفل، برضه. صورنا تمام. واللي هو كنت يعني هعيط من السعاده لما خلصت الموضوع. قلت اوكي. بقى انام وهصحى هبتدي بقى رحله الايه، الملايين. عيطت امتى بقى؟ عيطت الفجر الصراحه يعني. يعني انا صحيت من النوم على عياط فعلا. حاجه اتسرقت؟ لا يا ريت. هو حرفيا عينيا كانت هتروح. يعني عارف انت، عارف الراجل اللي بيشتغل في اللحام بتاع اه اللحام ده اللي بتشوفه في الشارع، اه بيحط قدام عينيه، بيلبس نظاره شمس، بيمسك جيركن قسمه نصين، الحاجات دي في عينيك ناس. كانت هتروح، عينيك كانت هتروح حرفيا فعلا حرفيا. حرفيا كشافات اوكي. النور اللي انا كنت جايبها دي كانت جامده جدا، و4 ساعات عينيا مفتوحه قصادها. اوكي. فانا حرفيا عينيا، انا مفتح عينيا بس مقفوله، اوكي. ملتهبه جدا. انا ما شفتش طبعا الكارثه، بس انا او عينيا بتدمع جامد جدا وبتحرقني جدا. انا وجعتني. فطبعا قعدت بقى انده لهم الحقوني، انا يعني اتعميت ولا ايه. في افيهات بقى في دماغي عايز اضحك، وفي حاجات عياط عايز فاتي اعيط. اللي هو دلوقتي. في كل حاجه. المهم ايه، نزلنا على طول على مستشفى. بابا وماما خدوني ورحنا مستشفى. المهم ايه، الراجل حط لي قطره. انا بكره القطر، يعني انا ممكن اخد حقن وما اخدش قطره. لا ما غريبه بعرفش اخد القطره اصلا، اصلا. يعني عينيا ما بتخشش القطره فيها. انا بحطها على طول بس بره عيني. اللي هو عشان تريح ضميرك يعني ولا ايه؟ حط حاضر اهو اهو نقطه هنا ونقطه ماشي اهي. فانا ما بعرفش اخد قطره. هو الدكتور حط لي قطر غصب واقتدار. وبقى انا مش شايف طبعا، يعني عينيا مقفوله. بس شويه لقيت في ناس، حسيت ان في ناس دخلت. اوكي. هي تقريبا كانت مستشفى طه تبع حسين المستشفى الجامعي حاجه كده يعني. ففي طلبه دخلوا والراجل قعد يشرح عليا الحاله. اوكي. وقعد يقول كلام كتير قوي انا مش فاهمه. وفي وسط آه. الكلام قال لهم ان دي الحاله اللي بتحصل للناس اللي بتشتغل في اللحام. اوكي. فانا حرفيا عينيا قعدت اسبوع مش شايف وما الناس اللي بشوفش. بتشتغل الحامل غير ما تحط البتاعه دي. بالظبط، عشان كده بقى فهمت بقى بتاع اللحام ليه بيلبس نظاره شمس، او بيمسك نص الجيركن اللي قطعه بيبقى جيركن احمر وبيبقى مركب بلاستيكيه كده جوه. اوكي. دي طلع ليها معنى مفيد. كنت فاكر البتاعه دي عشان الشراره ما تجيش في وشه. لا خالص. هي اوكي. الشراره ما بتحرقش مبدئيا، يعني انت لو وقفت جنبه هو ايده ما بتتحرقش من اوكي. الشراره، وبايده بتبقى مفيش بس فيه عينه جوانتي. هي اللي هي بتروح في عينه ده. بقى ان الحراره والاضاءه القويه جدا لما بتتعرض عينيك تتعرض ليها، الموضوع بيبقى صعب قوي. عارف انت زمان لما في افلام وائل اسلاميه لما كانوا
سلامه لما عموه بالسيف اللي سخنوه لا في نار ما حمراء. لا هي ده، لا ده طلع حقيقي يعني، اللي انت اوكي لما تعرض عينيك لاضاءه عاليه جدا فتره اوكي طويله النظر بيتاثر. ده المهم، سألتك. فيعني هو ده كده اول حادثه. تاني حادثه او بقيه الحادثه بقى حصلت بقى، حسيت بيها بعدها بيومين، مم. ان جلد وشي بدأ يكرمش. يعني اللي هو عارف انت لما بتبقى في البحر ده كان وتقعد في مال حرام الشمس ده ولا؟ ما تفهمش يعني، ما تفهمش حرفيا يعني، اللي هو انت خدت وشي تاني؟ قشر كاني عملت تان، بس تان غلس بزياده. اه فاللي هو انا وشي فعلا مسك كده كلبش وبدأ بقى يقشر. اوكي. فانا قعدت في الرحله دي مثلا شهر، يعني هي خفت الحمد لله بالسلامه. طب والمشروع؟ لا انا بص قطعت صاحبتي دي قلت تتحرق لها خدي المشروع. حاجتك مش عايز اه اعرفك تاني. بس فلا كان درس صعب جدا يعني، كانت مأساة يعني. اللي هو فعلا المثل اللي هو بتاع ادي العيش لخبازه، لا اوكي. باشا ياخدوا وياكلوا تلات ارباعه عادي. يلا حلال عشان كده ربنا يخليك لنا يا خالد. كان بالظبط كده. كان يعني لو كنت اعرف خالد من زمان ربنا كان يخليكم لينا يا شباب والله. كان انا زمان. كنت فحرفيا لا كانت انا عمال اقول برضو يعني تلات كاميرات واضاءات وبتاع، اللي هو كان الموضوع سهل، بس انا فهمت ليه دلوقتي. لا لا كان موضوع صعب قوي، وفعلا كان درس عنيف. واللي هو فعلا لا من ساعتها حتى في شغلي، سواء بقى قبل ما وانا في الكوربريت او حتى بعد ما خرجت من الكوربريت وبدات حاجات، ده كان اول حاجه بدور عليها وسؤال بسال نفسي فيه، ليه مين اهم حد المفروض استعين بيه؟ امم هل حد ممكن يبقى موظف، ممكن يبقى حد خبير اساله في حاجه، ممكن يبقى حد اشاركه اللي امم هو بقى فاوندر او بارتنر او هنسميه ايا كان اسمه ايه. فاختيار الناس بعنايه بيفرق جدا على المدى القصير والمدى الطويل، وبيفرق كمان في النتائج، لان انت لو وفي عملت عينك. كل حاجه، ما هو في عينك بقى اللي هو ده لا ده بص انت صحتك ما فيش فيها هزار يعني. اوكي. يعني ممكن في قصه، يعني عندي حواديت في القصه دي برضو. انا كنت مريت بمشاكل صحيه من فتره، وفي حاجات عرفتها عن جسمي يعني، فدي ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين. بس حرفيا انت لو واخد في اعتبارك ان انت هتبتدي مشروع او هتبتدي اي شغلانه، وهتعمل كل حاجه حرفيا من الالف للياء، وانت تعمل كل حاجه اللي هو وان مان شو ستايل، صدقني مش هتعمل حاجه. هو الفكرة بس سيبك من هتعمل حاجة أو مش هتعمل حاجة، لأن في ناس هتختلف معاك وتقول لك لا والله أنا عملت كل حاجة لوحدي واتوركت وما اتعملتش والدنيا مشيت وكده. الفكرة هل أنت عايز ده أصلا؟ يعني أنا بحس إنه ما بتفتح مشروعك أو بتبدأ تعمل الشغل بتاعك في مدرستين. في مدرسة اللي هو أنت جاي تشتري لنفسك وظيفة على مزاجك، جاي تفصل لنفسك وظيفة. وفي ان انت جاي فعلا تعمل مشروع، جاي تفتح شركة او ايا كان علشان دي حاجة تكبر لوحدها وانت ما تشتغلش. انا بحس ان هو الموضوع بيرجع لاهدافك انت، ولا انت شايف ان هو حتى لو انت جاي عايز تاخد حاجة تبقى فول تايم ليك بس ما تبقاش شغال عند حد، برضه ما تعملش كل حاجة بنفسك؟ بص هو خلينا نتفق، يعني اللي هو مفيش حد بيعرف كل حاجه، العلم لله وحده، صح؟ صح اكيد. فلو انت عايز توصل لمرحله ان انت بتعمل كل حاجه بنفسك، انت بقيت الموظف المثالي او الجوكر. امم الجوكر اللي بيعمل حاجات كتير وشاطر في حاجات مختلفه وعارف عن حاجات كتير، بس هو مش سوبر في حاجه واحده. يعني مش هتلاقي عندك نقطه بتميزك عن ناس غيرك. وهنا انت بقيت موظف. مفيش بس بيزنس اونر بيعمل عندك. كل حاجه بنفسه. امم يعني لو انت فاتح الشغلانه او اي شغلانه بتدخل فيها بمبدا ان انا افتح مشروع او افتح شركه، انا يعني دي حتى من اليات قياس النجاح بالنسبه لي في لاي بزنس اونر، مش ان هو بقى باع بكام، ولا ان هو عمل سيلز قد ايه، ولا ان هو بيشتغل في كام بلد. انت معين كام موظف؟ دي من معايير النجاح اوكي. بالنسبه لي. انت عندك 10 موظفين، 20 موظف، 30 موظف، ايا كان بقى اللي بتصرفه ايا كان اللي بتكسبه، ده من معايير النجاح بالنسبه لي. امم اللي هو المثل الدعاء بتاع ربنا يرزقنا يرزق منا، ده حقيقي جدا. الحاجه التانية ان انت لو بنيت بيزنس او بدات مشروع من منطلق ان انت هتعمل كل حاجه بنفسك، طب لو تعبت، طب لو حصلت اي ظروف منعتك ان انت تنزل شغل النهارده، هتعمل ايه؟ بقى استاذ عبد الحميد مش موجود النهارده.
بقيت موظف. وانت حرفيا انت اليوم اللي انت بقيت موظف صناعي كمان. يعني انت بقيت الصناعي صنايعي فعلا. لو ما نزلش شغل في يوم قطع رزق واتقطع. امم. مفيش شغل، مفيش دخل دخله. ولكن بناء الشغل او بناء البيزنس، اللي هو لو انا هسمي نفسي بيزنس اونر او اي حد بيسمي نفسه كده، لازم يبقى عنده الآلية ان هو يبقى في عنده ديليجيشن بروسس ما، ان هو ينقل المعرفة اللي عنده، او يبقى في عنده طريقة شغل معينة اللي بيها الشغل يفضل شغال والعجلة تفضل دايرة والفلوس بتفضل بتحصل حتى لو انا مش موجود. لو انت ما وصلتش للقناعة دي او ما قدرتش ان انت تشتغل بالمبدأ ده في البيزنس بتاعك، انت مش اسمك بيزنس اونر، اسمك اي حاجة تانية. فريلانسر بقى، صنايعي زي ما قلنا، موظف شاطر، جوكر، بس مش بيزنس اونر. ما تسميهوش لايف ستايل بزنس اونر، ان هو راجل عايز ينزل يشتغل بقى فنان نازل، اصل هو اونر برضه ممكن. يعني ممكن نقول مش انتربرينور مثلا ادق، ولا انت شايفه ان هو لا هو، ولا انت شايف ان هو الشيء اللي بيعمله ده هو اللي مش بزنس؟ لا، هو ده مش هو شغل. ما بقاش بزنس فعلا. ما بقاش بيزنس. ما هو انت البيزنس فيه بقى موظفين وفيه الشركة سبلايرز. قائمة بذاتها لا، بقت خلاص مفيش. انت. مفيش طالما انت مضطر تنزل من بيتك وتشتغل كل يوم، ما بقاش بيزنس، انت موظف. اه. سواء بقى انت بتمتلك اسهم في الشركه او ما بتمتلكش، انت ستيل ما اسمك من المسمى بتاعك اسم موظف. احسبها كده، انت لو في يوم قعدت في البيت شغلانه، الشركه تفضل شغاله او هتفضل الاوبريشن ما تتاثرش؟ لو الاجابه برافو عليك، ده نجاح. امم. لا بس بس لو ده انت في الاجابه لا، ناس برضو تزعل برافو قوي. عليك، بس انت موظف شاطر. يعني انا، يعني انت في ناس اللي هو يعني هما، ده عكس مفهوم النجاح بالنسبة لهم. يعني في ناس بيجي يقول لك انا لما تقعد كده تركز وراهم ان هم غالبا مش هيعترفوا بالموضوع ده بنفسهم، بس تلاقي الراجل يجي يقول لك فخور قوي انه لما بيقعد في البيت ولا لما بيريح الدنيا بتقع. ما ده غلط. ما دي فكره الفاميلي بيزنس بتاعت زمان. انت مم. الفاميلي بيزنسز اللي نجحت وكسرت الدنيا، مثلا زي العربي مثلا، او زي ساويرس، او زي غبور، كل الناس دي ما فكرتش بالمبدأ ده. حتى لو هو معتمد على الفاميلي بتاعته او الفاميلي ممبرز ان هم بيكبروا البيزنس بتاعه، بس ستيل في منظومه. مم. مش شرط الشخص ده يبقى صاحبي او قريبي، ولكن ينوب عني او اقدر اديليجيت ليه بعض المهام اللي هو يقدر ينفذها. تمام. علاقتي بيه ايه، شكلها عامل ازاي، ده قصه تانية. بس الشخص اللي هو معتمد على ان انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي، لا، انت موظف. زي الراجل اللي فاتح كشك او محل، مم. ده راجل عنده مشروع بس هو موظف في المشروع، هو لا يمتلك بيزنس. هو لو غاب النهارده الكشك ده قفل بكره بالظبط. فخلاص. بالظبط. فاهم قصدي. هي دي المشكله الاساسيه اللي هتقابل اي حد هيفكر ان هو يبتدي بيزنس، بس ما عندوش الآلية اللي هو ينقل الشغل او يخلي ناس تانية تشتغل معاه وتساعده. طب انت يعني ده غير معاك، غير طريقة تفكيرك انت؟ سيبك بقى من المشروع الحزين اللي كان عينك عيني كانت هتروح فيه ده، الموضوع ده فرق معاك ازاي بعد كده؟ يعني انت دلوقتي لما بقيت في اخر بيزنس انت فتحته بتفكر ازاي؟ هو ده خلاني اسال سؤال مهم، ان ايه الحاجه اللي انا ما بعرفهاش وازاي اعرف ان انا ما بعرفهاش. عارف انت الافيه بتاع حزلقوم، اللي هو ما لما لما اجرب جرب. يمكن اطلع بعرف. اه فاهم. فاللي هو انت لازم يبقى عندك الميجرمنت او الترمومتر اللي جواك اللي يقول لك انت هتعرف تعمل ده او لا. بس برضو خلي بالك في نقطة تانية، جانب تاني. الحتة دي يعني انا كنت بعملها بصراحة، بس مش ما كانتش بالاطار او ما كانتش واخدة مني اهتمام كبير. لكن في ناس كده ساعات بيظهروا في حياتك فبيأكدوا على بعض الحاجات او المفاهيم اللي فعلا بقى بترسخ جواك الحاجة دي تشتغل بيها اكتر. يعني من فترة، من ممكن سنتين تقريبا، انا قابلت دكتور مدحت ياسين في قعدة من اوكي. القعدات اللي بيعملها مع عمنا. الشباب. قال جملة عظيمة جدا. قال لو انا اتعرض عليا شغلانة وبعرف اعمل 60% منها هقبلها، اوكي. بس لو 0% مش هقبلها. لو 0% هلبس في وشي، اوكي. 60% هاخدها، بس مش شرط تكون 100%. امم. وهو ده بقى المايند سيت بتاعت اللي فعلا ممكن نسميها مايند سيت للانتربرينور. ان انت اوكي. ال 60% هتديك الحافز ان انت تعمل الشغلانه، وال 40% ده فرصتك ان انت تتعلم. اوكي. فكره ان انت تتعلم بالشغل، مش نقعد بقى ناخد كورسات ونقعد بقى نجمع في سيرتيفيكتس مالهاش مش هنستفاد بيها في حاجه، ولكن التعلم عن طريق ان انت تجرب الشغلانه فعلا. يعني مم. عندك الخيط، طرف خيط معاك في ايدك، كمل بقى. فاهم قصدي. فلازم بقى تعمل البالانس ده، ان انت عارف ولا مش عارف. طب ولو عارف، عارف قد ايه؟
فتعرف بقى تقرر هتاخد الشغلانه او لا، هتجيب حد يساعدك في اللي ناقصك، قرر تشارك حد شاطر في حاجه معينه انت ما تعرفهاش كده يعني. ان انت كام في المية من الناس ما عندوش مشكله ان هو يدفع فلوس في نصيحه؟ لا، اطلع اتكلم وقول القيمه اللي عندك، لان صدقني في ناس كتير جدا بتبقى محتاجه القيمه دي وما تعرفهاش، ما تعرفش توصل لها. ايه اللي انت ما ينفعش تديه لحد غيرك يعمله، وايه اللي انت عارف لازم تسيبه. فاختار الناس الصح، اختار الناس اللي فعلا بتسال، لان الشاطر هو اللي بيسال مش اللي بياخد المعلومه ويمشي. هتفولو اب عليه ازاي؟ هتراجعه ازاي؟ لما فعلا عملت الثلاث حاجات دول مع حد في تيم عندي مع كذا حد، لا النتائج فعلا بتبقى مرضيه جدا بالنسبه لي، وخلاص مفيش حاجه محتاجه تتعاد.